نعم يا هبه. انت الحكايات دي كلها هتبقى مع جد وانا ماليش دعوه. كل اللي ليا دعوه بيه انت دلوقتي في ورقه محمد هيبعتها لي، انا هبعتها لك تمام عشان نخلص الموضوع ده، وفي 5 فيديوهات هيتصوروا يا لا. عشان ننهي الموضوع، عشان خاطر انت ما تطلعيش اللي انت متجوزه جد. احنا عاوزين في الاخر نقول اللي هو كان كده. والعقد هتبعتيه امتى؟ العقد انا لو انت فاضيه تيجي تشوفيه، انا كده كده موجوده. بعتولي الواتس، ايه المشكله؟ طب انا هشوف المحامي بعته الجبت ولا لا، ولو بعته الجبت هبعتهولك دلوقتي. بس يا مي شوفي ال5 فيديوهات دول حتى لو اتصوروا بعد شغلك عشان انت الله يقيم. الو، انا معاكي. احكي يا هبه، عايزه ايه؟ انا قلت لك بعت لك على الواتس، قلت لك محتاجه فلوس ضروري. طب انت بتتكلمي كده ليه يا مي بالراحه؟ طب اعمل ايه؟ طيب انا ما اتكلمتش، انا متوتره عشان الموضوع خلاص. صاحب البيت كلمني كذا مره وقال لي انت اتاخرت كتير على الفلوس. طب ماشي اوكي، انا اتكلمي معايا بالراحه، انا مش كده. وبعدين انا رن عليكي من كام يوم تقولي لي محمد ما تخليش هبه تكلمني، وانا عملت لك ايه ده كله يا مي؟ بيكفي الشتيمه اللي اخدتها منك يا هبه. بيكفي الشتيمه اللي خدتها مني؟ اه. ده انا قعدنا نضحك يا مي. لا، قعدت تضحكي عشان انا منهاره اصلا. فايه يعني؟ ايه المشكله؟ قعدت تضحك لما طلعت اللايف وتاني مره ترجعي تقولي لي رقاصه؟ ليه يا هبه؟ ما انت اللي جايباني لجوزك، وما انت اللي مطمنه، وانت اللي عامله كل ده.